بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. اللي ما لحقش يجيب فانوس والله يروح حياته. ده بحاجة ابسط عيلك ب40 جنيه أو طفلك الصغير. مش يعني مش كتير إنك تدخل الفرحة على قلبك وعلى قلب عيلك. عقد نور، فانوس صغنن، اللي معاك جود بالموجود، جود بالموجود اللي معاك هات بيه. او مبلغ قليل خالص، مش هتدفع الافات الجنيهات والحد ده، بالعكس مجرد جنيهات هتدخل على طفلك وعلى اهل بيتك السعاده. وكل عام وانتم بخير جميعا جميعا جميعا. هنا في القصريه في صهاج الحاجه بنص الثمن، والله الحاجه حلوه، الحاجه حلوه فعلا. لان هنا بتبقى منطقه شعبيه، وهم بيروحوا يجيبوا الحاجه دي من جمله الجمله، يعني كل اللي عندهم ده جمله. في محلات في سوهاج، في قلب سوهاج بالظبط، معروفة، انت اكيد عارفين المحل ده. بسم الله ما شاء الله، حاجته حلو. بس هو مشكلته انك ما تخش وترجع وتبدل وتخرب الحاجة. شوف الحاجة اللي ما عجبكش، ولو هترجعها ترجعها بحالتها زي ما هي، ما ترجعهاش خربانة وبايظة. حرام. حتى انا بعمل كده مع الناس الغريبة لما اشتري الحاجة اعجبها، ولو رجعتها مثلا عايزة ابدل بكيسها، والحمد لله وشكرا. ليه؟ لان ده حرام، حرام العب في بضاعة الناس. اللي الضرر ما ترضهوش لنفسك ما ترضهوش لغيرك. وهم اهل كرم زي ما قلت، يعني هم ممكن يسيبوا لك فيه ويكرموك. يقول لك عشان يدخل الفرحة ما بيلاقوا حد فقير والله بيكرموه. يعني كتير كتير بيعدي فقراء كتير. اللي عاوز الحاجة بلاش، والله الناس عايزة الحاجة بلاش. ناس تقول لك بيكسب ملايين، مع ان هو بيدفع ارضيه وبيدفع ايجارات وبيدفع ده وبيدفع ده يعني. والمعيشه تعب خالص يعني. مش ما فيش حاجه سهله. مش فيش رخصه زي زمان، يعني زمان اجارات كانت رخيصه والحاجات كانت رخيصه. دلوقتي اقل دكان بيعد بالالافات، والله بيعد 10,000. وحاجات يعني، وضرايب وكهرباء وحاجه يعني. إيه والله انتوا نفعوا واستنفعوا منا. تدخل الطفل البهجة على طفلك، ومنا ده شهر كريم وعادة، وربنا الله لا يقطع لنا عادة يا رب، الله لا يقطع لنا عادة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين.